مهندس دكتور، مفكر عبقري اسمه شحرور، ساعد الكثيرين على فهم كتاب الله، وفتح لهم طاقات من نور. أخذ بيد الشباب التائي لإنقاذهم من ذاك الفكر المبتور، ورد على كل التساؤلات التي كانت في أذهاننا تدور. تعلمنا منه القراءة النقدية، وأن نقرأ ما بين السطور، وشرح القصص القرآنية ودلالاتها عبر عصور. خاض بشجاعة هذه المعركة وهو يعلم أنه أمر محظور. أراد للفكر العربي أن يخرج للحياة بعد أن دفنوه في القبور، وكلما ظهر مفكر يريد خلاصنا اتهموه بالزور، وحبسوا لسانه واعتقلوا قلمه، واعتبروه من أهل الشرور، وسلطوا عليه كل غراب ناعق وكل كلب عقور. لكن الله متم نوره ولو كره أهل الفجور، لكن لا بد للحق أن يظهر ويخرج إلى النور. على يد مناضلين شجعان أمثال دكتور محمد شحرور. لكن الله متم نوره ولو كره أهل الفجور، لكن لا بد للحق أن يظهر ويخرج إلى النور، ويخرج إلى النور. على يد مناضلين شجعان أمثال دكتور محمد شحرور.